sound, speed, camera, rolling, and المرة اللي فاتت أثرنا الجدل في الدوشة اللي ممكن تكون الأسئلة الوجودية عملتها، والنهاردة هنكمل مع شيخنا الأسئلة الوجودية دي هتنتهي بينا لفين. الحمد لله على السلامة، وشكرا تاني إن حضرتك منورني، وربنا يا رب ما يحرمنا من علمك. الله يبارك في حضرتك. المرة اللي فاتت لما جينا اتكلمنا قلنا إن الإنسان عبارة عن 5 عناصر، ايوه ولقينا إن إحنا محتاجين نديها شوية وقت، صحيح. فعرفنا على نفسنا يا شيخنا. جميل المدخل ده. هو الانسان زي ما كنا اتكلمنا شويه في الحلقه اللي فاتت، حتى قبل اخر الحلقه قلنا ان هو مزيج ما بين السماء والارض، صح؟ بين شيء نوراني روحاني شديد السطوع مليء بالعلم والمعرفه، وما بين جسد ترابي مبني على التشكل والحركه والسعي في العالم وهكذا. طيب تفصيل العناصر دي علماء المسلمين قالوا ان هم 5 عناصر: الجسد والنفس والقلب والعقل والروح. دول 5. طيب كل واحد فيهم ليه وظيفة معينة أو دور معين. بس قبل ما نفصل فيهم احنا عايزين نقول، لما نقول العقل والقلب والنفس احنا مش بنتكلم عن الأعضاء الحسية هنا. فالعقل ما يقصدوش بيه القلب، العقل ما يقصدوش بيه المخ يعني البرين، لا، الفانكشن، الوظيفة، القوة. هم يقصدوا بيه قوة عندها قدرة انها تعمل شيء معين، وقوة لطيفة معنوية، ما بيكلموش عن شيء حسي. لما بيكلموا عن القلب ما بيتكلموش عن القلب الصنوبري ده، لا، هم بيتكلموا عن قوة معينة، القدرة على الإنسان يعمل كذا، دي سموها القلب. فالقلب قالوا هو الأمير، هو متخذ القرار. احنا قلنا ان هي مملكة، فهنبتدي نوزعهم بقى أدوار. بالظبط كده. اوكي. القلب هو الأمير، هو متخذ القرار. القلب أمير الجوارح، ورد في الأثر وفي الحديث المشهور: إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إلا من أتى الله بقلب سليم. هدفي. فالقلب هو متخذ القرار، هو الأمير على هذه المملكة الإنسانية، وبالتالي هو اللي ربنا مسخر ليه التصرف في الجسد والجوارح والحواس. الجزء اللي في الإنسان اللي يطيعه الجسد، لما أقول إيدي ارفعي كده ترفع، هو القلب. الأمر ده جاي من القلب، الأمر ده جاي من القلب، وهكذا. احنا بنتكلم دلوقتي عن شيء ميتافيزيقي، صح؟ مش بنتكلم عن شيء بيولوجي. ايوه. طب ما احنا هنا محتاجين برضو ندي شويه للبني، احنا مش بنتكلم عن المخ والقلب اللي الاشارات العصبيه طالعه منه، لا، انا بتكلمش عن ده، انا بتكلم عن تصور ميتافيزيقي للانسان. A metaphysical representation of human beings. وبالتالي القوه دي هي ادوار، مش اجزاء عضويه. تمام. كتير يا شيخنا لما بنسمع لفظ قلب في القرآن الكريم بتبقى مش معناها ده. أيوة. إلا من أتى الله بقلب سليم. ألم نجعل لهم قلوب يعقلون بها. نعم. صح. فهي نعم. القلب اللي حضرتك بتقول عليه الأمير ده. نعم. تاني عشان أوضح، لأن أنا هنا النهاردة وأنا قاعدة مع حضرتك بيحصل خلط. أيوة. فالقلب ده مش اللي بيعمل بامبنج للدم. قوة قادرة على اتخاذ القرار في الإنسان. فالقلوب التي تعقل والتي تتدبر والتي تأمر وتنهى، المقصود بها القوة القادرة على اتخاذ القرار في الإنسان. أوكي. فلما عاوز أفهم نفسي لازم أقسمه لمجموعة من العناصر اللي كل واحد فيهم بيعمل حاجة. طيب مين اللي بيقول اعمل وما تعملش والناس تسمعه؟ سمينا القلب. أوكي. وده الفكرة؟ تمام. طيب وكل أمير أو متخذ قرار عشان يتم له السلطان أو المملكة لازم يكون معاه وزير. صح؟ مفيش أمير من غير وزير. فالوزير هو العقل. أوكي. اللي دوره إنه ينصح ويشير ويحلل ويفهم ويقرأ الواقع، وبعدين على أساسه يقدم ملخص بقى تنفيذي للقلب، إيه اللي أحسن وإيه الأفضل وإيه اللي تعمله وإيه اللي ما تعملوش. تمام؟ طيب وبعدين عندنا القلب ده ما بين العقل من جهة وما بين شيء اسمه النفس من جهة. ايه النفس؟ النفس هي مكمن الغريزة في الإنسان، هي الجزء اللي مسؤول عن الغرائز اللي ربنا فطرها في الجسد عشان يبقى على هذه الأرض. فأنا مثلا لو ما أكلتش هجوع. الجوع ده بيتحرك عن طريق شيء اسمه النفس. أنا لو ما حمدش نفسي وما كانش عندي قوة أدفع بيها عن نفسي الأذى اللي هو الغضب هنتهك. صح؟
ايه اللي يحرك ده في الانسان؟ شيء اسمه النفس. انا لو ما كانش عندي حنين اني اتصل بالنوع الاخر ويبقى ليا اسره وهكذا ينتهي البشر. الله. ايه اللي بيحرك ده في الانسان؟ النفس. النفس. فالنفس في الحقيقه هي دورها اعانه القلب على اتخاذ القرارات اللي تحمي الانسان. ده اصل دور النفس. النفس في تصور في علم الاحسان، في علم التزكيه، في الشريعه، ما هياش شيء وحش. اصل النفس انه مش شيء وحش. أصل منبع النفس الغرائز. منبع الغرائز اللي لو مش موجوده هننتهي. اوكي. وبالتالي السرفايفل بتاعنا. السرفايفل بتاعنا اللي بيقدر يدي الجسد احتياجاته واهتماماته، لان كل العناصر التانية عناصر معنويه. ففي عالم تاني غير العالم اللي فيه الجسد، صح؟ العقل والقلب والروح والنفس حتى ما هماش حاجات حسيه ماسكينها بايدينا. بس احنا بالكومبو اللي احنا بنتكلم عنه ده دلوقتي لغايه النهارده، امال الشر جاي منين؟ ما انا هكمل لك بقى. ما هي دي بقى المعضله. بس احنا كلنا نسمع جهاد النفس ومن نهى النفس ونهى النفس عن الهوى، ونفس نفس نفس، فهي اللي شايله الليله لوحدها. ما انا هقول لحضرتك ليه. اوكي. هي مش شايله الليله لوحدها. ده اوقات احنا بنحطه عليها، بس العقل ليه دور كمان والقلب ليه دور. لسه هنتكلم على الادوار لما تتوزع مين اللي بيكون غلطان، يعني مين اللي هيشيل الليله، المفروض يكون مين. فالنفس دورها الرئيسي هو تدبير حاجه الجسد، ان هي تقول للقلب خد بالك انت والعقل والروح عايشين في عالم معنوي في الملكوت، والجسد هنا في الارض، فمحتاج حاجات عشان يكمل. فتقول له على فكره انا جعت، لازم ناكل والا مش هينفع. على فكره لازم تامن نفسك تحميه، على فكره لازم تتدفى عشان الجو برد. وبالتالي دور النفس هو تدبير حاجه الجسد، فتخاطب القلب اللي هو المفروض انه بيتخذ القرارات بالنيابه عن كل ده، ان خد بالك الجسد كمان ليه احتياجات. الا هنا بقى النقطه، ان الله ركب في النفس ميل للطغيان. وعايزين نكتب تحت ميل دي 100 سطر. مش ركب فيها طغيان، لا، ركب فيها بس ميل للطغيان، ان هي ما بتعرفش تقف امتى، محتاجه حد يوقفها. طب ينفع نقف هنا؟ أيوة. تشرح لنا يعني ايه طغيان؟ عشان الانطغيان دي بالمعنى ده وصل لي انا، هي الحته بتاعت الاندفاعيه. هل من مزيد، هل من مزيد، هل أيوة. من مزيد. ايوه. معنى الطغيان عدم الوقوف عند حد الاعتدال. ده عشان نفصله زياده. انا مثلا يكفيني لقمتين، حلو، طيب يكفيني هذا القدر من الطعام. النفس هتقول للقلب ايه؟ انا جعانه، كل، بس مش هتقول له وقف. الله. وضح المعنى؟ الله. وقف دي من العقل، لا 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 خلاص انت يكفيك كذا. طب النفس بتقول لي كمل، لا وقف. لو ده ما حصلش تكمل النفس. توقف امتى؟ ما توقفش. اوكي. واضح المعنى؟ ايوه. فهي لازم من الناحيه الثانيه حد يقول لها بدايتها ونهايتها فين. فهي هتخاطب القلب بالاحتياجات، لكن مش هتقول له يوقف امتى. بس العقل هو اللي بيقول للنفس اقفي هنا، يقول للقلب، يقول للقلب تقول وعشان للنفس. كده القلب هو في لب القضيه، هو اللي بياخد القرارات. قبل كده سمعت، كنت بسمع حاجه وبيقول ان القلب ده في الحته بتاعت اللي احنا بنشرحها بتاعت الميتافيزيقيا هو الباتل فيلد، المكان أيوة. اللي بتتم فيه المعركه بالظبط كده. الخناقه كلها بتتعمل هنا في بالظبط. الحته دي. زي راجل حكيم كبير في السن، على يمينه وزير بيكلمه، وعلى شماله شخص عنده عنفوان وعنده نشاط وعايز يعمل حاجه كويسه، بس ما بيرتبش افكاره، اتكلم على طول. لو هو ما عرفش يهدي الصوت ده ويعرف ياخد منه ويفلتره عشان يسمع الصوت التاني اللي بيساعده، خد من كلامه كذا وسيب كذا، هيمشي مع الشخص ده. ولو مشي مع الشخص ده هيحصل كوارث. والاصل فيها كله كانت بقى. حاجه كويسه، بس لانه ساب له نفسه خالص. فدور الشخص اللي في النص ده اللي عايش المعركه دي ان هو يقول لده بهداوه ويهدى، وهناخد من كلامك المفيد وهنسيب اللي مش مفيد، لان لو سمعناك على طول الخط انت نفسك هتضيع. الجسد اللي انت كنت عايز تساعده هيجي له امراض لو سمعت كلامك، هيحصل له مشاكل لو سمعت كلامك، هعمل حاجات تفسده وانت فاكر انها بتصلحه. فانت لو قعدت تقول لي كل الحاجه اللي كلها سكر دي مثلا انها مفيده ليك وسمعت كلامك على طول الخط، هيجي السكر بسبب كلامك انت. واضح؟ لو سمعت كلامك في التصرف اللي انت بتقولي مفيد ان احنا نعمله ده، بعد شويه ممكن يؤدي الى حاجه بتكلميني عليها على طول، قضيه الادمان السلوكي، ان انا فوضح المشكله من الجهه الثانيه شكلها عامل ازاي. فالقلب في نص المعضله دي. لكن في نقطه ثانيه هنا، مسؤوليه ثانيه على العقل احنا ما قلناهاش واحنا بنتكلم عليه. طب العقل عايز ينصح، صح؟ العقل عايز يشير، لازم يكون عنده ادوات. صح. لو هو مش فاهم صح، مش متعلم صح،
مش متصور الواقع كما هو، ما يقدرش يقول للقلب النصيحة الحقيقية الصالحة حتى لو هو عايز. ما بني على باطل فهو باطل، بس خلاص. عشان كده لازم يستنير العقل بشيء اسمه نور الشرع، اللي هو ايه؟ اللي هو العلم المستمد من الوحي الشريف، اللي يقول له موازين القيمة في الوجود عاملة ازاي، ايه اللي يستحق وايه اللي ما يستحقش، ايه الغالي وايه الرخيص، ايه اللي ابذل فيه وايه اللي لا ابذل فيه، ايه اللي يقدم وايه اللي يؤخر، ايه اللي اهم من ايه. لان لو العقل ما عندوش ده ممكن يشير القلب باشاره مش صحيح، يقول لي شوف دي مهمه خلينا نعملها، وهي في الحقيقه مش مهمه عند الله سبحانه وتعالى. مين بقى اللي بيعمل ده؟ العقل لازم يستنير بنور الشرع فيتعلم، اوكي، يطلب العلم ماشي. فيمتلئ بنور العلم الشريف. عارف عندنا في علم النفس يا شيخنا بنقول ان انت هنا النهارده مرضك النفسي بيبقى بسبب انك انت مفتقر لحاجه اسمها صوت البالغ الحكيم جوه عقلك. جميل. وصوت البالغ الحكيم ده بيشتغل بالايه؟ بالمعلومات. يا سلام. يعني يا بص سلام. احنا يا عشان سلام. بس برضو تاني النهارده الناس تبقى عارفه ان مفيش حاجه اسمها ان الدين مش منفصل. بيشرح. نعم. كلمنيش في الدين، كلميني في علم نفس. فتمام، فاهم. عندي ترومات. هو بلا شك ربنا بما انه هو خلق الانسان فهو ادى مفاتيح كبيره تعرف بيها الانسان نفسه. فهنلاقي طول ما احنا بنتكلم اشارات زي ما حضرتك ما بتقولي تخلق حاله الانسجام دي ما بين حاجتين. اوقات كتير بنسمع كلام او بيكون حد عايز يوصل لنا ان هو لا يعني افصل ده عن ده. فالمنهج اللي حضرتك واخداه هو منهج رشيد في التعامل مع القضايا دي، يعني مهم جدا ان احنا نستثمر فيه كمان لحد ما نلاقي انه كل تخصص بني على علم تجريبي هو تخصص لازم نفهمه ونستعمله، بس نعرف نستعمله ازاي. وعشان نعرف نستعمله ازاي لازم يكون عندنا اتصال كمان بمرجعيه تعرفنا احنا مين وجايين نعمل ايه، اللي هو نفس اللي حضرتك بتكلمينا فيه بالظبط. وبالتالي القلب عايش الازمه دي بين النفس من جهه اللي دورها تدبير حاجات الجسد، وما بين العقل اللي لما يستنير بنور الشرع هيعرف ايه من كلام النفس مظبوط وايه من كلام النفس مش مظبوط. طيب الثلاثه دول كده شغالين على الحركه الجسديه، صح؟ يعني هم بيختاروا بيحصل ما بينهم هم الثلاثه نعمل ايه وما نعملش ايه، ابص فين وما ابصش فين، اسمع مين وما اسمعش مين، اقول ايه وما اقولش ايه، اتحرك ازاي. مين اللي بيعمل ده؟ العسكر، الجندي اللي هو المنفذ جسد. اللي هو الجسد. اوكي. فالجسد دوره هو تنفيذ اللي يؤمر بيه وينهى عنه من القلب بعد ما يعيش القلب حكايته مع النفس ومع العقل. وبالتالي هو الآلة، هو الأداة، هو الوسيلة، هو الفيكل اللي أنا لازم أحافظ عليها، بس أبقى عارف دورها. دور الجسد إن أنا أحافظ عليه عشان يقدر يعمل مهمته طول ما ربنا ما كاتب لي عمر في الدنيا. لكن أول ما ينتهي مهمة الحياة الدنيا خلاص الجسد بنجري نحطه تحت التراب. ليه؟ لأن هو دوره على قد إن هو ينفذ اللي مطلوب من القلب بس. فاهتمامي بالجسد ورعايتي ليه هي تحت إطار تهيئته لحسن أداء اللي ربنا طالبني بيه معاه، لكن هو مش مطلوب لذاته. فالجسد مش مطلوب لذاته، مش مقصود لذاته، هو مقصود لغيره، إنه يحمل القلب والروح والعقل والنفس ويقدروا يستعملوه في أداء المهمة اللي ربنا سبحانه وتعالى كلف بيها الإنسان في الحياة الدنيا. أما بعد الحياة الدنيا مفيش الجسد، وقبل الحياة الدنيا ما كانش فيه كمان في عالم الذر. نيجي بقى لحاجة خامسة ما اتكلمناش عليها، اهم حاجه اللي هي الروح. الروح حالتها يعني نرثى لها في هذه الحياة، بالذات في واقعنا المعاصر. ليه؟ لأنها تئن قوي. هي تئن في هذا العالم بقى اللي القلب مأسور فيه بأسر النفس ويدوب يسمع كلمتين من العقل ومتناسي أن أسمى وأسنى وأعظم ما فيه الروح التي كلمها الله وكلمت الله سبحانه وتعالى، اللي قلنا عليها في الحلقة اللي فاتت. أيوة. أشهدتهم. نعم. اللي وقفت قدام نعم. ربنا سبحانه وتعالى وقالوا شهدنا. فاللي قال شهدنا بين يدي الحق سبحانه وتعالى وتكلم بين يدي الله هو الروح بلسان الروح. الروح دي معانا، فكل واحد فينا سمعنا وشايفنا روحك دي كلمت الله وهي معاك دلوقتي. يا الله. اديها بس مجال، افتح لها بس مساحة. يا الله. واحنا تئن في هذا الزمن لأن بقينا مشغولين قوي قوي بالحسي على المعنوي، بالجسدي والمادي على الملموس وليس المحسوس. نعم،
على المعنوي الباطني ده. ففي هذا العالم اللي نعيش فيه الأرواح كائن تتعب. ليه؟ لأنها محبوسة مأسورة. كل واحد حابس أو غالبنا حابس روحه في أزمة القلب مع النفس. طيب أمال إيه اللي المفروض يحصل؟ لما العقل يستنير بنور الشرع اللي اتكلمنا عليه ويكون في شيء من نور الوحي اللي متصل بالسماء، يبتدي يشير على القلب بنصائح وأمور لو عملها القلب يتحرر من أسر نفسه. واضح؟ يعني حتى نفس الألفاظ سبحان الله هي اللي بنستخدمها في العلاج النفسي. سبحان الله. محتاج تحرر نفسك. أيوة. محتاج تطلق روحك، او بنقول عليه الطفل الحر، الحته بتاعت الفطره، الحته بتاعت انك انت طبيعي، انك انت مش قاعد لابس ماسكات قدام البني ادمين. مش طول الوقت كل اللي بتعمله بس انك انت واخد وضع السرفايفل او الحمايه في ان كل حاجه حواليك، وده مرهق جدا يا شيخنا. نعم. جدا. الناس فعلا يعني هي حلوه، عجبتني قوي كلمه الروح بتئن، لان طبعا انا في شغلانتي دي بسمع انين اقسم بالله العلي العظيم ما أنزل الله به من سلطان. يعني بسمع أنين بسبب حاجات إحنا اللي حطيناها على نفسنا. أيوة. والله العظيم لا محطوطة علينا. عشان كده لما نخلص الحتة دي وكده كده أصلا النهاردة هنتكلم عن جلد الذات، إحنا اللي حابسين روحنا. نعم. إحنا اللي مش عايزين عقلنا يشتغل. إحنا اللي عندنا القلب بقى دائم، القلب نفسه بقى أسير طبعا. للنفس. طبعا. إحنا اللي عندنا النفس اللي إحنا يعني اللي مهمة جدا لينا النهاردة عشان تقول لنا انت محتاج ده ومحتاج ده ومحتاج ده علشان تفضل عايش، عشان تفضل بتفانكشن في الحياة. أيوة. أسأنا استخدامها أو سمعناها زيادة عن اللزوم، ما حطينا لهاش فرامل. يعني أنا النهاردة عايزة أقول لحضرتك سبب أساسي. أنا واحدة بشتغل، أنا أصلا عندي بوردر لاين ويعني وعندي الكثير كنت من الاضطرابات النفسية اللي بتسمى اضطرابات نفسية. وانا ده مش ان انا مش مصدقه ان هي اضطرابات نفسيه، بس في الاخر كانت كلها بسبب ان انا كنت حابسه روحي. ايوه. فهي النهارده كل ده الانين ده موافقه على كلام حضرتك. حتى احنا منهجنا في العلاج النفسي بيبقى كل هدفه يا عم خليك بني ادم. ايوه. يا استاذي اعرف بشريتك. ايوه. يا استاذي اتعلم يعني ايه بشر، وتعلم يعني ايه دنيا، ومن خلال ده اصلا هتعرف يعني ايه اله، وهتعرف رسالتك في الحياه. ايوه. هو ورد في الاثر من عرف نفسه وعرف ربه. الانسان لما يعرف نفسه ويشيل عنها القشره ورا القشره اللي اتكلمت عليهم دول، هيشوف نفسه كما هي. ولما يشوف نفسه كما هي هيشفق على نفسه، هيرحم نفسه. ولما يشفق على نفسه ويرحم نفسه هيعرف قد ايه ربنا كان رحيم معه. فيبقى مسلك يعني انتقل منه من معرفه نفسه الى معرفه الله سبحانه وتعالى. على عكس الناحيه الثانيه ان انا اقعد احط قشره ورا قشره فما اعرفش انا مين، وافتكر ان انا القشر دي اللي هو جزء من عمل النفس على فكره كذلك. لانه الشهوات اللي النفس بتخاطب بيها القلب مش كلها جسديه، كتير منها معنوي، وضعي، منزلتي، برستيجي، صورتي. واضح؟ وبالتالي وغلبانه، ما اقعد فاكر نفسي غلبانه. هو الانسان متخيل انه ده قيمه، انه في قيمه معينه مرتبطه بان انا احط على نفسي حمل صوره معينه لازم اظهر بيها، حمل قيمه معينه لازم اشوفها في عيون الناس. هو قشره تخيل ان هي بتزيدني قيمه، هي في الحقيقه بتزيدني تقل. وبعد كده الاقي نفسي مخنوق مش عارف اتنفس، بخبي بيها حاجه هي اصلا اهم حاجه عندي. اختلافي كبني ادم، تجلي صنعه الله سبحانه وتعالى فيا، اختلافي او حتى تقبلي لفكره اني ضعيف. ايوه. احنا هقول لحضرتك ايه. هو لما الانسان يتعرف على صلته بالله سبحانه وتعالى يعرف ان ده اقوى شيء فيه. اقوى شيء فيه مش انك ضعيف، اقوى شيء فيه تصالحك مع كونك ضعيف. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. كان واحد من الصالحين اسمه سيدي احمد بن عطاء الله السكندري كتب، يا حبيب قلبي ده، حبيب قلبي ده، كتب الحكم رحمه العطائية. الله عليه. يقول ايه في الحكم العطائية؟ اذا اردت بسط المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك. لو عايز المواهب الإلهية، العطاء اللي من غير حساب، اللي من غير سؤال، ده اللي هو شيء بلا شيء، ده لو عايزه يبسط عليك بسط كده
صحح الفقر والفاقة لديك، اعترف انك ضعيف. ربنا يقول لنا في القرآن انما الصدقات للفقراء والمساكين. عايزه اقول لحضرتك ان معنى مهم جدا كمان هنا يا شيخنا، ان اصلا لما بنيجي نشتغل بقول لهم هو اصلا القوه مش معناها انك، هي القوه مش عكس الضعف اللي انت بتتعامل بيه. ايوه، هو القوه معناها انك انت تبقى عارف مواطن ضعفك وتحترم نفسك، ما تحطش نفسك في حاجات اكبر من قدراتك وتحط توقعات على الدنيا والبني ادمين والبشر. يعني سبحان الله. القوة في الصدق. 100% اثبت متفق. نفسك، وحته كمان انك انت هنا النهارده تقبلك لضعفك، ايوه، بس عدم استباحة الناس ليك بسبب ضعفك، لأن هو جزء أصيل في تكوينك كبني آدم. ايوه. وربنا شرع عليك ده. احنا ما قلنا النفس عندها قوتين، قوة اسمها الشهوة وقوة اسمها الغضب. قوة الشهوة هي اللي بتجيب بيها المنافع، وقوة الغضب هي اللي بتدفع بيها المضار. لأن أنا لو ما أقدرش أدفع عن نفسي الأذى هبقى مستباح. هبقى مستباح وههلك. ربنا لم يأذن لي في ده، لا، ما قاليش سيب نفسك عرضة للهلاك، لا، ادفع عن نفسك ولا تعتدي. فقال إنه لا يحب المعتدي، اللي ياخد خطوة زيادة. لكن إنك تحط الميزان اللي تقدر تدفع بيه عن نفسك الأذى، أنت مأمور بده، ومطالب إنك تسعى فيه عشان تحفظ نفسك. وبالتالي قله فهمنا برضو للنفس زي ما حضرتك ما بتقولي ادت ان احنا ما بقيناش فاهمين طب هو ايه الحلو فيها وايه الوحش ويبدا فين وينتهي فين. نرجع للروح عشان ما ننساش عشان ما ننساش الحلقه كمان، نبقى نسيناها في الحياه ونسيناها في الحلقه. الروح هي مكمن النور في الانسان، هي الاصل النوراني اللي بيه ربنا سبحانه وتعالى شرف هذا الانسان، فهي اشرف ما فيك. مكمن المعرفه والنور والعلم والمشاهده والمكالمه للحق هو الروح. لما القلب يأتمر بأمر العقل المنور بنور الشرع يرتقي الإنسان، يبدأ الإنسان يتطور في أطوار وجوده، حتى معنى الحياة عنده يختلف. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول لنا كده ربنا. يا حبيبي يا رب. طب ما هم المخاطبين دول أحياء، هيستجيبوا إزاي لو هم مش أحياء؟ لا، دي حياة غير الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يقول لنا كده في القرآن الكريم. فدي مرتبة للحياة مختلفة شوية، اللي هي حياة الروح، حياة الباطن، حياة القلب. يرتقي باطن الإنسان كل ما القلب ما يسمع كلام العقل اللي هو مستمد منين؟ من نور الشرع، يتنور به يرتقي لحد القلب ما يرتقي لدرجة يقرب فيها من الروح، فيبدأ يرشح على القلب شيء من نور الروح دي، ينزل بقى من فوق من نور الروح المستمد من الحق سبحانه وتعالى شيء ينور القلب ده، فيبدأ القلب يلهم وينور ويعرف ويفك عنه الأقفال، فيفتح كلام الله سبحانه وتعالى يفهمه أوي، مش كده؟ يسمع كلام حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يمتثل ليه، ينظر في هذا الوجود فيرى الله سبحانه وتعالى في كل شيء. اللي هو أوقات احنا بنسمع لفظ العبد الرباني، العالم الرباني، الإنسان الصالح، هو دي حالته. واحد اجتهد بمعنى بقى اللي كنا بنقوله ده، انه اجتهد ان هو يهدئ نفسه ويبعدها عن الصخب ويوقفها عند حد الاعتدال، وقصاد ده اجتهد ان هو يسمع مشورة العقل بعدما تنور بنور العلم، فربنا سبحانه وتعالى رقاه مرتبة فوق مرتبة لحد القلب ما اتصل بالروح، فصارت الروح هي الآمرة الناهية بقى. أيوة. فيصير إنسان روحاني بمعنى أن روحه هي اللي متسلطنة على وجوده، فيتحرك في هذا الوجود بمقتضى معرفة روحه. ده إنسان يبقى حركته عاملة إزاي، يبقى نظره عامل إزاي، يبقى سمعه عامل إزاي، يبقى قلبه عامل إزاي. ربنا سبحانه وتعالى ما سيبناش حتى نفكر، جاوبنا في الحديث الصحيح القدسي اللي كلنا عارفينه: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني يسري في أنوار أسماء وصفات الحق. شوف الحالة دي من التروحن الشديد موجودة عند كل إنسان، الأهلية ليه. كل إنسان عنده فرصة طول ما هو موجود في هذه الحياة أن يكون هذا الشخص، أن يكون هذا العبد، مهما تصور أنه هو متأخر، ومهما تصور أنه هو ورا، مهما تصور أن في شيء يمنعه. مفيش حاجة ولا حد يمنع أي إنسان أنه يسلك هذا المسلك. طب لأن باب ربنا اللي فتحه. طب لو أنا هنا النهاردة خلاص يعني عملت البدع في الحياة، طغيت خلاص، نفسي كانت سايقاني ومفيش بقى كنترول من عقلي خالص، والقلب بقى أسير ليا أنا كنفس،
انا اللي مسيطر عليها، ورحت في كل الشهوات، جميل. رحت لاوحش الحتت، ايا كان ذنبي وايا كان اللي انا عملته في الحياه. نعم. وادمنت، عشان برضو هنا النهارده طبعا انا بكلم وبخاطب الناس اللي تعبانه في الحياه، افهموا شويتين علشان نقدر نفعل صوت العقل جوانا كلنا. معنى كده ان حضرتك بتقولي ان انا تمام، ان انا هنا النهارده خلاص اقوم اتوضى، اغتسل واتوضى وابتدي واتوب وخلاص كده دنيتي تمام؟ بيني وبين ده التوبة. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. يعني لو زنيت تمام؟ استغفر واتوب، بس ايه معنى التوبة؟ حقق معنى التوبة. فهي مش لو زنيت تمام، لو تبت تمام. اوكي. واضح؟ لا انا بحاول هنا افرق ما بين منهجين في التعامل مع قضية التوبة. التوبة معناها الوقفة الصادقة مع النفس اللي بقول يا رب فيها انا عايز افتح صفحة جديدة. طب بس انا هنا بقف بقى. أيوة. حلو قوي ده. ايوه. وهنعرف النوعين عشان انا عارفه ان انا قطعت حضرتك، بس انا هنا النهارده انا فعلا صادق جدا مع نفسي ان انا ابطل الذنب. حلو. ووقعت فيه تاني وتالت ورابع وعاشر لغايه ما فقدت الامل. ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة. مش كلامي، ده كلامه صلى الله عليه وسلم. ما أصر من استغفر وإن عاد 70 مرة. ولو أكتر من 70 يا شيخ؟ لا 70 للتكثير. أيوه أوكي. العرب يعني هي عارفة ما احنا نقول مثلا ده مليون واحد جم، هم العرب كان الرقم ده عندهم 70، فما يقولوا 70 يقصدوا بيه الكثرة. اوكي. فلو عاد 70 مرة يعني لو عاد مليون مرة بلغتنا احنا. بس هنا الشرط في ايه؟ الصدق. الصدق في كل مرة بستغفر فيها. مش يلا نعمل ونستغفر، لا. يلا نعمل ونستغفر مش هي اللي جه فيها مش هنضحك على ربنا بقى. بالظبط كده. ومش هنستهين بالمعصية. الاستهانة بالمعصية أكبر من المعصية. الوقوع في المعصية على فكرة مش هو نفس المشكلة. ربنا سبحانه وتعالى عارف إننا هنقع في المعاصي. المشكلة في حاجة من حاجتين: إن أنا أفتكر إن معصيتي أكبر من مغفرة ربنا. إيه ده؟ يعني ده أصلا ذنب كبير؟ ذنب أكبر من المعصية. ذنب أكبر من المعصية؟ إن أنا أفتكر إن المعصية دي أكبر من المغفرة. من رحمة ربنا. طبعا. جزاك ده الله اسمه كل خير والله. إن أنا أقنط من رحمة الله. ده من معاصي القلب، ومعاصي القلب أكبر من معاصي الجوارح. فإن أنا ليه؟ لأن الحالة دي حضرتك هي فيها عدم معرفة بقدر الله، فعشان كده الذنب اللي فيها أكبر. أنا عملت معاصي كتير وعملت حاجات كتير غلط، وهي في حقي أنا كبيرة جدا، لكن كل اللي عملته ده واللي عمله البشر كله حاجة يجي إيه في رحمة ربنا؟ بقعد أقول لهم لا غير كده كمان. هو أنت فاكر إنك أنت يعني اللي أنت بتعمله ده هو بيوجع ربنا؟ لا طبعا. حاشاك. لا طبعا. فأنت هنا النهارده أنت هو حبه ليك، خوفه عليك. أيوة. إيه تاني؟ بيحبك، فمش عايزك تبقى بتعمل الأسوأ ليك مش ليه، لأن هو غني عنك. غني عنك ويحب لك الخير. شوف الحالة دي، إنه غني عنك ويحب لك. احنا دايما في حياتنا بنتعود على معنى المحبة اللي مهما كان راقي وسامي في برضو شيء من العلة فيه. يعني مهما كنت بتحب انت برضو مستني حاجة من حبك، إلا اللهم في حالات قليلة جدا يعني قالوا يعني أنه أكثر علاقات الحب في الحياة قريبة إلى حد ما نقدر نتصور بيها أو نقرب بيها حب ربنا لينا، هي حب الأب والأم الصالحين لعياله. حلوة قوي الصالحين اللي حطيتها دي. بالله عليك يا دكتور، عشان احنا هنا عندنا حدوته برضه. المتجردة تماما عن الأهواء دي، اللي هي أقرب ما يكون لفكرة الحب الغير مشروط. إلا إن طبعا في فرق ما بينها وبين حب ربنا سبحانه وتعالى لينا، لأن حبهم لينا كذلك في فطرة وفي نفس متعلقة وفي ميل ليها. ربنا منزه عن ده كله. ربنا يحبنا لأنه يحبنا بدون شروط وبدون علل. يعني ما فيش حاجة تضطر إنه يحب، لا هو مختار إنه يحبنا. عندي سؤال. مرة قعدت فيه تقريبا ساعة حوار بيني وبين ست جميلة جدا، فبتقولي لا ربنا بيحبنا بشروط. قلت لها حبيبتي ما فيش حاجة اسمها كده. فهي كان مثلا سؤالها، وانا هسأل حضرتك عشان ترد علينا السؤال ده، قالت لي لا، ما هو أكبر دليل على ده إن ربنا مش بيحبنا كلنا زي بعض، بيحب العبد الصالح أكتر ما بيحب العبد اللي بيروح وما بيرجعش. فهل ده معناه إن ربنا برضو حاطط لنا شروط لحب؟ لا، هو في أصل المحبة وفي زيادة فيها. فأصل المحبة إن أي إنسان ربنا خلقه، ربنا سبحانه وتعالى أحب ظهوره فأظهره. وبعدين في أبواب للمحبوبية فوق هذه المحبوبية. بس حبه الأساسي مش مشروط. لا ما هو ما كانش الإنسان هيظهر لو ربنا لم يرد أن يظهره.
ففي درجة من حب الله لخلقه ظهر بهم الخلق، وبعدين في تفاوت في هذه المحبة، وده بقى يسعى فيها مين؟ اللي يستشعر أصل الحب. طب طالما ربنا سبحانه وتعالى اسمه الودود وأحبني فأبهرني، يعني فتح لي باب يحبني زيادة، فأنا عايز من ده. هو ده تفكير الإنسان اللي يستشعر حب الله ليه. لما تعرف أن ربنا يحبك هذا الحب، ومن أجل هذا الحب أوجدك وفتح لك أبواب تستزيد منه، استزيد منه، بزود من حب الله سبحانه وتعالى ليك. ما تقفش عند الحب الأصلي اللي من أجله أظهرك، لا، قول أنا عايز أكون من خواص المحبوبين يا حبيبي، أنا عايز أكون من المقربين، أنا عايز أظهر لله أنا قد إيه بحبه زي ما بيحبني. هو ده أصل الصلة اللي لازم تكون ما بين الواحد وما بين ربه. علشان كده ده يرجعنا لقضية المعصية اللي حضرتك كنت بتتكلمي فيها، القضية في الاستهانة بالمعصية أو الاستهانة بالله، أنها تكسر هذه المودة. مش المعصية اللي تكسرها، لا 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 أبدا. شعوري بأن أنا معصيتي أكبر من رحمتك تكسر المودة، وشعوري بأن معصيتك هينة عليا تكسر المودة. أصل الله غفور رحيم. ويعني جرى إيه؟ لا وحشة. ولما العالم الدنيا كلها يا دينا، يعني أنا بسمعها بس يعني ما الدنيا كلها، ما انت شايفه الدنيا ازاي صعبه وكذا وكذا وكذا، خصوصا طبعا كمان ان احنا فعلا بنعيش وقت صعب جدا يا مولانا. يعني الموضوع بره بقى مرعب. فهنا النهارده ان انا خلاص ماشي، انا لا هستهين بالذنب ولا في نفس الوقت هكبر الذنب لدرجه سبحان الله. هو كل حاجه احنا محتاجين ان احنا يعني ايه نبقى فيها وسط، سبحان الله. يعني طبعا. اعمل ايه بقى لما يكون عندي اضطراب نفسي مرتبط بفعل قهري؟ أنا هنا النهاردة هكلم حضرتك مثلا في حاجة زي الإباحية، زي الإدمانات، أيا كان نوع الإدمان، إدمان سلوكي، إدمان مخدرات، إدمان إباحية، الإدمانات كلها، إدمان طعام. ما هو زي ما حضرتك قلت، ما في جسد برضو، النفس دي هتروح تبقى عايزة بتملاه بأي حاجة، وده إدمان على فكرة من أكبر الإدمانات. بس طول الوقت أنا اصلا بوابه الادمان بيبقى شغلي انا عليها كدينا، يعني كحد سايكولوجيست بشتغل على جلد الذات. نبتدي، لان انا بقول لهم احنا يا جماعه الادمان بيخلينا عندنا حاجه اسمها تضخم في الانا العليا، تضخم في جلد الذات. يقولوا في ناس بقى تقول لك ايه، لا ما اصل دي نفس اللوامه، لا ما اصل دي يعني انا يا دينا ما جلدتش ذاتي، اذا كان بجلد ذاتي ومش بتعالج ومش ببقى احسن، فانت كمان عايزاني ان انا ما اجلدش ذاتي؟ عايزه حضرتك تقول لنا كويس هو ايه جلد الذات ده في الدين؟ كويس. حضرتك اتكلمتي عن حاجتين. اول حاجه عن ما يتعلق بالسلوك القهري، تاني حاجه عن جلد الذات، صح؟ ما يتعلق بالسلوك القهري، هذه مساله مبنيه على تخصص، وبالتالي انا ما ينفعش اتكلم في نفس المساله، لكن ممكن اتكلم مع حضرتك. فهي الشريعه تبص لحاجه زي كده ازاي؟ شكرا، هو ده اللي انا محتاجاه. احنا في الشرع الشريف بيقولوا ان العقل مناط التكليف، صح؟ فان كل ما الانسان يكون عنده قدره على التمييز واتخاذ القرار سليمه مش مضطربه، هو مكلف بما يفعل. وان اي اضطراب يحصل في مناط التكليف ده ينشا عنه بقدر ما نشا اضطراب نظر للشريعه في التصرف اللي نشا عن هذا الاضطراب. طيب ده مين اللي يحدده؟ بيحدده ميكس من المتخصص اللي ليه دعوه بهذا العلم، والمتخصص اللي في الشريعة، يدار ما بينهم الحوار في هذا النوع من المسائل، عشان يقدر اللي بياخد القرار الشرعي اللي هو المفتي هنا أو القائم بالإفتاء اللي يقول حرام ولا حلال يتصور بالظبط المسألة بشكل منضبط. عشان كده الحمد لله، وده أنا كنت قاصد ده عشان أوصل لنقطة الحمد لله دي، إن في مصر دار الإفتاء المصرية في كل تخصص من التخصصات دي ما بتاخدش قرار الا لما تقعد مع اللي مسؤول عنها. فلما يجوا يتكلموا في المسائل الفتوى المتعلقه بالحاجات بتعمل ايه، هتلاقي دايما مش خد راي واحد واثنين وثلاثه واربعه متخصصين عشان يقدر يتصور هي دي تقع فين في الشريعه، وبعدين يدي على اساسها الحكم الشرعي. فاللي كنت حابب اقوله ان النوع ده من المسائل اللي عايز يعرف فعلا التصرف اللي نشأ عني ده وضعه في الشريعه فين، اسال دار الافتاء. تأكد انك بتسأل حد متخصص، ما تسألش اي حد تاني مهما كان بالغ لدرجة معينة في العلم، لان هو مش مبني على فهم العلم الشرعي بس، هو مبني على تصور واضح للمسألة دي من ناحية التخصص النفسي.
يعني احنا عندنا متخصصين نفسيين طبعا اوكي طبعا تمام. عندنا دورهم ان هم يساعدوا اللي بياخد القرار الشرعي انه يفهم المساله صح، فيقدر يقول والله هو هنا وهو بيعمل التصرف ده كان عقله مميز ولا مش مميز في الشريعه، فنقول له وضعك عامل ازاي. بس انا برضو مكلف قطعا، لكن تكليفك ده منوط بان عقلك قدرته على التمييز موجوده، صح ولا غلط؟ صح جدا. طيب هو موجوده ولا مش موجوده؟ ما نعرفش. من اجمل الفتاوى اللي مره سمعتها في الراديو وانا واقفه، ان كان حد كان بيقول على ان انت النهارده لو عندك مثلا وسواس قهري ليه علاقه بانك انت بتخرج ريح، فانك كمل الصلاه ولا كأن ده حصل. فهم ليهم سبحان الله، يعني احنا ديننا رحيم جدا جدا جدا. فانا النهارده كحد حد جاي لي كحد سايكولوجيست، وحد جاي لي عنده ادمان قهري لسلوك معين. الادمان يعني سلوك قهري انا مش قادر ان انا ابطله، مع محاولات كتيره جدا ان انا اعمل ده. وانا في طريقي يا شيخنا وانا بشتغل بقع. يعني الطبيعي انا بقول لهم يا جماعه الانتكاسه جزء من الطريق الى التعافي. لان مفيش حد هيبطل فجاه انت سلوك قهري، مفيش حد هيعرف يقف فجاه، بالعكس ده احنا في حاجات كثيره جدا فعايزين نرد على الصوت اللي بيجي في ان انا يأست. حلو، اللي هو الجزء الثاني من كلام حضرتك في الاول، بعد الكلام عن الجزء المتعلق بالسلوك القهري الى الجزء المتعلق بجلد الذات، صح كده؟ السلوك القهري احنا اكدنا بس ان المسائل الشرعيه المرتبطه فيه وبسائر الترويح هو فيها المتخصص، عشان اسمع اجابه من حد فاهم وفاهم انا بمر بايه، فيقدر يديني اجابه شرعيه ليها دعوه باللي انا بمر بيه. لان كل كيس كمان منفرده بالظبط، محدش فينا حتى لو كنا مدمنين نفس الحاجه، عندنا نفس السن، عندنا محدش فينا شبه التاني. ممتاز حلو. ممتاز. ماشي. قضيه جلد الذات اوقات كتير جدا يحصل التباس عليها بان هي امر من الله او ان هي شريعه مرتبطه بقضيه مراقبه النفس او محاسبه النفس. لا لا لا، هو دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. جلد الذات قطعا ليه تفاصيل كتير في الجانب النفسي حضرتك تقدري تفيدينا فيها اكتر، ومن ناحيه علم السلوك والتزكيه كذلك. اوقات جلد الذات بيكون مدخل لمداخل النفس على فكره، لان هو يثمر عجز عن التصرف، فيخلي النفس في حته الكومفورت زون، انا مش محتاج اتغير لان انا مش عارف اتغير، ما فيش امل. واضح الفكره الدايره عامله ازاي؟ فاوقات في الحقيقه جلد الذات مع ما فيه من الالم هو وسيله للنفس لدفع الم اكبر، اللي هو الم التغيير والجديه فيه. وبالتالي جلد الذات ما هو شيء معتبر ابدا كوسيله صحيه لتزكيه النفس او اصلاحها، بالعكس دي علامه انذار. لا لا لا، اقف هنا بالله عليك قول تاني. علامه ايه؟ يعني انا لما يبقى عندي جلد ذات معناه ان انا ده انذار ان في حاجه في حاجه في التركيبه بتاعت الخمس عناصر اللي قلناها دي مش ماشيه مظبوط. حلو. لان انا مطالب، اما اقول ان انا مطالب اني اهذب نفسي او اجاهد نفسي او اراقب نفسي، مطلوب ايه المعنى؟ ما نعملش زي الشيعة كده ونجيب بقى كرباج المعنى ان يكون انسان مسؤول قصاد نفسي، فان انا احب لها الخير واتعب عشان اوصله لها، وان انا مرضاش من نفسي بان احنا الاثنين نضحك على بعضينا. انت كويسه قوي، لا ده انت اللي كويس قوي، انت كويسه قوي. واضح المعنى؟ دي الحاله اللي احنا مش عايزينها، احنا عايزين نكون مسؤولين قصاد نفسنا. فلما اقول ان القرآن الكريم والسنة وكلام الصالحين وعلماء التزكية كلهم يقولوا جاهد نفسك جاهد نفسك جاهد نفسك، معناها ايه؟ خليك انسان مسؤول. طيب ما هي كلمة جهاد دي عنيفة. لا يعني المفهوم بتاعها ايوه، يعني انا هنا النهارده لما حد بيقول لي وجهاد النفس اقول له لا ما تجهدهاش، لو هو ده الجهاد ما تجهدهاش. لا الجهاد بذل المجهود. حلو. ايه ده بس كده؟ أيوة. مش الحزق اللي بتتعب في الحاجه يبقى اجتهدت، فالجهاد ده معناه بذل مجهود بذل وسع. هو انا ما ينفعش اتعب من غير ما اقتلها وبهدلها واهينها؟ ما ينفعش تقتلها اصلا. لا جهاد النفس تهذيب لا تعذيب. الله. جهاد النفس تهذيب لا تعذيب، بمعنى انا لو عندي شجره، حتى الامام الغزالي في ايها الولد يستعمل مثال قريب. بحب برضه قوي الكتاب ده قوي، يستعمل نموذج قريب من ده. حضرتك لو انا عندي شجره في اصلها شيء حلو ولا شيء جميل، اللي يبص لها يتبسط واللي يقعد تحتها يستظل،
وتقلل لنا درجة الحرارة وتجيب ثمار، صح؟ لكن الشجرة دي ما حدش اعتنى بيها، اتسابت سنة واثنين وعشرة وعشرين و30، فطلع جنبها كده النجيلة أو الحشائش اللي بتطلع دي اللي بتاكل أكلها، وتفرعت وتشعبت فبقت قطع الطريق وكسر شباك ناس جنبهم، ومحدش نزل الثمار اللي عليها فبقى عليها ثمار أعزكم الله عفنت من كتر القعدة. فهي راحت من كونها شيء صالح وجميل إلى شيء فاسد مفسد، صح؟ فهنا يجي لنا إيه بقى؟ المهذب اللي هو الجنايني معتني ده، المعتني بيها، يقصقص الزوايد ويتأكد من الغذاء ويشيل الحشائش اللي نبتت ويشوف الثمار اللي كانت أصلها كويسة بس باظت فيرميها ويشوف ازاي نطلع ثمار تانية فيصبر عليها. اهو نفسك ونفسي عاملة زي الشجرة دي، لازم تعتني بيها هذا الاعتناء اللي فيه مجهود ولا ما فيهوش. فيه بيصحى من الفجر الجنايني الشاطر يصلي الفجر ويطلع يروي الزرع ويقصقص، صح؟ كل يوم يومه في تعب وفي مجهود، لكن بيعمله ليه؟ لأنه عايز يشوف الحاجة دي حلوة، لأنه يحب أن يظهر الجمال الكامل في هذه النبتة. أهو ده دورك مع نفسك. بس أصوات دماغنا يا شيخنا ما بتبقاش طبيعية. يعني أنا عارفة كويس قوي إن إحنا الناس ممكن تكون اللي بتسمعنا عندهم جلد ذات، لكن الموضوع حقيقي مؤلم. أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن أنا واحدة يعني جلد الذات كان واخد من حياتي عذاب 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 عذاب. أصوات كتيرة جدا بتجلدني وبتقلل مني وبتوريني وعود في الفقد دايما، إن أنا عمري ما هوصل، عمري ما هعرف، عمري الله. فأنا هنا النهاردة عشان أبتدي كحد أهذب نفسي وأنا شايفها، عارفة إن إحنا اتكلمنا عن إنك أنت أصلا يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحبك، أنت عايز إيه أكتر يا كده؟ بس شايفة نفسي ما استاهلش، جميل، وفقد الأمل وده صعب على فكرة، وعقلنا يميل للمألوف وليس الصحيح يعني أصلا. أيوه. والكومفورت زون بتاعتي وقاعد، وبقى كمان في حاجة كده احنا ما اتكلمناش عنها لغاية دلوقتي، بس في شيطان قاعد جميل بقى، وزين لهم الشيطان أعمالهم، وقاعد يا حبيبي هو عجوز ومذاكرنا وقاعد برضو بيساعدنا على الأصوات الوحشة التانية دي. العنف بتاعه لما يطلع في دماغي ولما صوت دماغي يبقى بيكلمني بالطريقة دي، تقولي أرد عليه أقول له إيه؟ حلو، سؤال حلو. لما نبص في القرآن والسنة هنلاقي إن في آيات وأحاديث أشارت إلى حد ما لقضية السيلف توك دي أو حديث النفس، النجوى. ونلاقي سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لنا في الحديث الشريف: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وسددوا وقاربوا. أنا قعدت أنظر في الحديث ده كثير. هو ظاهر اللفظ اللي ممكن الناس على طول تروح له إنه بشروا في كلامكم ويسروا في كلامكم، وبعدين المعنى اللي انقدح ليه إن الإنسان ما يقدرش يعمل كده مع غيره، ما يعملش كده مع نفسه، مش هتتبلع بلغتنا. في الآخر القلوب تشعر، صح؟ أنت لو حسيت إن إنسان عمال يكلمك بالبشرى لكن هو عايش أزمة مع نفسه، مش هيسري ليك معنى البشارة دي. فالحديث ده أنت مخاطب بيه الأول مع نفسك. بشروا ولا تنفروا في الصوت اللي شغال ده، ويسروا ولا تعسروا في الصوت اللي شغال ده، واخر واحده وهي اهم: وسددوا وقاربوا. يعني ايه وسددوا وايه؟ وقاربوا. وقاربوا مش لازم 100%، اوكي، 40%، الله، 50%، الله، 60%. سدد وقارب يعني قرب المسافه، مش لازم تجيب اخرها دلوقتي، هات خطوه، هات اتنين. واضح المعنى، واضح المنهج. حلو قوي المنهج النبوي في ازاي انا اتعامل في اصوات نفسي. وبعدين عندنا سوره كلنا عارفينها: والضحى والليل إذا سجى. يا حبيبي نور. إلى أن يصل الحق سبحانه وتعالى في آخر الكلام بعدما عدت عطاياه ومنته على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث. الحديث نوعين: حديث نفس وحديث لفظ. حديث نفس ده اللي هو 90% من كلامنا، صح؟ وحديث لفظ ده اللي بنطلعه من حديث النفس وتتحرك بيه الألسنة. الجزء الأكبر من محدث دي المفروض هي حديث النفس. حدث نفسك بنعم الله عليك. عارف ده احنا بقى الاكسرسايز الأشهر على الإطلاق اللي هو الجراتيتيود جورنال، الامتنان. كل يوم ابدأ يومك بامتنان وانهي يومك بامتنان. أنا أقول لحضرتك حاجة: وسيدنا علمنا نعمل إيه أول ما تفتح عينك؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فأنت مطالب أنك تعيش هذه الحالة مع نفسك أولا. وأما بنعمة ربك فحدث،
افتح ابواب التذكر لنعم الله عليك. طب والناس اللي ببقى بقى هنا، معلش بقى اتفضلي. انا اسفه والله لا إن لا انا بقطع ابدا. حضرتك، بس وطبعا بيجي لي هنا اسئله كتيره جدا، فيكتيم منتاليتي بقى، عقليه الضحيه، وانا ما عنديش نعم اصلا. على فكره اقسم بالله الكلمه دي بسمعها من ناس حضرتك يعني اللهم لك يعني اللهم بارك، مليانين نعم، ايوه. بس هم طبعا قايسين النعم بحاجات معينه. فانا هنا النهارده ما عنديش نعم. طب ما هو انا النعم اللي حضرتك عايزني احدث بيها نفسي دي، ما هي موجوده كلها ببلاش الا ربع عند استغفر الله العظيم يا رب، يعني سامحني، بس هو ده ده نفس الالفاظ اللي بسمعها ايوه. في الجلسات، ما هي موجوده عند كل الناس يعني. بس في حد تاني احسن مني، في حد تاني عنده وانا مش عندي، في حد تاني نشأته والنشأة. احنا عندنا حلقة عن الناس، النشأة، ان انا هنا النهارده اشمعنى انا بابا وماما يطلعوني تروماتايزد او يطلعوني مريض نفسيا، فما عنديش نعم يا شيخ. في ناس انا اسف، في ناس تقعد تقول لي كل يوم اذكر نعم جديده. ايوه. في فرق بين ما عنديش نعم ومش عارف يشوف النعم. مم. ما فيش حد ما عندوش نعم زي ما حضرتك ما ذكرت، لكن في حد صعب عليه انه يشوف النعم لانه اثر انه يسمع لخطاب يعيده الفقر، اللي هو كلام ابليس اللي حضرتك كنت بتقول. تقولي كنت بتسالينا الشيطان فين هنا، صح؟ أيوة. الشيطان على ودن النفس. فاكره ترجع تاني للخماسي. ايوه حلو، ما انا اصلا استغربت ان احنا أيوة. اتكلمنا عن الخماسي ونسينا. ما هو الشيطان واقف على ودن النفس. الشيطان يوصل عن طريق النفس، يخاطب النفس، يكلم النفس، يستفز النفس. الشيطان سلاحه الخوف، خلينا نتفق. يخوف اولياءه. يخوف اولياءه. وبعض المفسرين قالوا كمان في يخوف اولياءه اي يخوف باوليائه، يعني يستعمل سلطانه ناس في صوت الخوف، يبث فيك الخوف. الله. وفي الآية الثانية الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شيء. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. صح؟ وبالتالي الصوت اللي بيوعدك دايما بالفقر اللي هو مش هيكون معاك او ان انت دلوقتي معكش، ويأمرك بالفحشاء اللي ممكن تفهم في هذه الآية اي جحود نعمة الله عليك، يعني يقول لك انت ما عندكش، لان دي اكبر على فكرة من الفحشاء الظاهرة. دي اكبر من ان انا بعمل حاجة حرام، ان انا اجحد نعمة الله عليا وانا مختار، يعني انا مش مضطر لده، لا انا مختار ان انا اشوف ان انا ما عنديش، مع ان انا عندي كتير قوي. دي صنعت مين؟ الشيطان والنفس طبعا، عن طريق النفس. الشيطان عن طريق النفس يزق على ده. فبالتالي انا لو اتعودت على طول اني اسمع الصوت ده هياخد مني شويه مجهود اني اسمع غيره. وده الدور اللي حضرتك بتقولي بقى في اللي انت بتخلي الكلاينتس اللي عندك يعملوه، لا لازم تيجي على نفسك وتعمل كده. لانه مش هتوصل لمده انك تخرج من اسر انا ما عنديش الا لما تجتهد تشوف انت ازاي ربنا سبحانه وتعالى اعطاك. فده مجهود لازم يبذل، ومع المجهود اللي لازم يبذل اللي يعين الانسان انه يخرج من الحاله دي انه يبدل دايما سؤال بسؤال. يبدل سؤال انا حصل معايا ايه، انا عملت ايه. دايما في الحاله اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي بيجي لي قضيه برضه انا الظروف عليا والزمن عليا والدنيا عليا. طيب انت عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، مالكش اي عمل. بمعنى مش قصدي بس انك ما عملتش حاجه تخرجك من ده، انت اعمالك شكلها عامل ازاي، لانك في الاخر ستسال عن عملك مش هتسال عن ظروفك. اسوأ الناس ظروف في الدنيا لو عملوا حسن اكتر واحد منعم في الاخر طبعا. وبالتالي اما كنا بنتكلم في الحلقه الاولانيه وحضرتك تفتكري عن قضيه الاسئله الوجوديه، وان انا افهم كل مكان ربنا اقامني فيه دوره ايه معايا، يسهل على الانسان جدا انه يفهم ان الحياه الدنيا اصلا هي في المعادله دي شكلها عامل ازاي عند الله. دي اكثر مرحله، دي اقصر مرحله. مش هي دي الدار اللي ربنا سبحانه وتعالى وعد فيها بالجزاء، وما تسواش عند ربنا حاجه، وعشان كده هو عاملها لك انت. وعشان كده قال الجزاء ما يكفيش. الآية في سورة البقرة هو الذي خلق لكم أو جعل لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم ما في الأرض جميعا. هي أنت واخد بالك، أنت مركز إن هو أصلا ما قالش خلق ما في الأرض جميعا، هو خلق لكم يا جماعة. هو مديكم أنتوا ده، عامل لكم ده. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، دللك الأرض. بس في شرط، فامشوا في مناكبها. اتمشى كده، اعمل اللي عليك. اسعى وكلوا من رزقه.
احنا مسؤولين عن ان احنا نبتدي ناخد بالنا من نفسنا برفق ولين، حتى وان كنا في اوحش حته النهارده في الحياه. ايوه. وعشان اعمل ده محتاج ان انا اعمله برفق ولين وبالتهذيب وليس التعذيب. انا عجبتني قوي دي قاعده هحطها الفتره الجايه كده، بالتهذيب وليس التعذيب. نعم. وخطاب النفس. في حاجه تانية محتاجين كمان نعملها هنا علشان نبتدي نقتل جلد الذات بقى خلاص. نعرف ان ربنا اوسع مننا، يا حبيبي يا رب، اوسع من ظننا، وانه ما بيحكمش علينا بالطريقه اللي احنا نحكم بيها على نفسنا. فربك اوسع بكتير من ظنك فيه ومن ظنك فيك. ولو نظر ليك يعطيك اكثر بكثير مما تظن انك تستحق. وان ربنا يعطي لانه كريم لا لاننا نستحق. فمن فضل الله علينا انه ما قالش انا هدي لك على قد اللي تستحق. قال ان هو كريم سبحانه وتعالى. وانت سعيك هو مجرد وسيله تظهر له بها الموده منك. لكن ربنا سبحانه وتعالى رزق الكل اصلا، اعطى الكل اللي اقبل واللي ادبر. لكن اللي اقبل عليه هو قال يا رب يعني افلا اكون عبدا شكورا، زي ما قال سيدنا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. طيب انا هوريك بس ان انا بحبك، هوريك بس الموده ليك، مع ان انا عارف ان اللي بعمله ده كله لا يزيد في حقك شيء، وانما هو تعبير عن الحب. انا من كتر ما بقيت مملوء بالامتنان والموده والحب ليك، لازم ده يظهر عليا، لازم يبان، فهيبان في طاعتك. هقوم اعمل اللي انت حبيته مني عشان بس انا لازم ابين انا بحبك قد ايه. فالحاجه اللي حضرتك كنت بتسالي عنها، لو نزود على ده حاجه، وسع ظنك في الله سبحانه وتعالى. هو الواسع، فعل اسم الواسع، فعل اسم الواسع والودود واللطيف واللطيف، كل اسماء الجمال اللي تزيدك رجاء في الله سبحانه وتعالى. وسع الظن في رحمته عيشها. هيستعمل حاجه كمان عن ده، اتعرف على سعة رحمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. من باب ايه؟ من باب ان كل رسالة هي فحوها في الرسول. بمعنى لو حد مثلا ليه فلوس عند حد، هيقول كده، وكلمه فيها مرة واثنين وثلاثة واربعة وكل السبل وما جابش الفلوس، فحب يبعت له رسالة تهديد زي اللي تشوفها في الافلام كده. هيبعت له راجل طيب محترم مؤدب يخبط على الباب يقول له فلان بيهددك، ولا هيبعت له حد هيبعت له قبضاي؟ طبعا هيبعت له قبضاي، صح؟ ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا ارحم الخلق، ما لا بعتلناش قبضاي. فبما رحمة من الله واضح؟ بعت لنا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فاصل الرسالة لما تفتح الباب كده وتشوف الرسول اللي دخل عليك رسالة رحمة. لا اله الا الله. فكل ما تتعرف عليه تعرف ان الرسالة اللي ربنا طواها فيه رسالة متعلقة بيه. ما بعتلكش منتقم جبار، ما بعتلكش فرعون، ما بعتلكش فرعون. لا، وبالمناسبة دي أصلا ده فرعون أصلا ربنا سبحانه وتعالى لما كلم سيدنا موسى وسيدنا هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أيوة. فحتى في بلاغ الرسالة كان هذا اللين. لكن سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم معدن الرسالة أصلا الرحمة. إنما أنا رحمة المهداة، يقول كده صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما تعرف عنه أكتر وتعرف شمائله أكتر يزيد معرفة الإنسان بأن ربنا أراد به رحمة وأرسلون به الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. فده يرقق القلب ويملأه برحمة أوسع من الرحمة اللي كانت عندي ليا، لما يعرف أن ربنا أرحم به من نفسه. طبعا. مرة سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم كان مع الصحابة، وواحدة يعني فقدت ابنها رضيع أمامي، يحبو كده ويمشي ليلة 2 3، وكل المؤمنين بيدوروا عليهم لحد ما شافوهم الاثنين قابلوا بعض. ويقول الراوي يعني هي تجري فتتكعبل في عبايتها وهو يجري فيتكعبل في لبس الولد. بقالهم 3 أيام مش شايفين بعضهم أو ليالي، لحد ما احتضنته. وكل الصحابة تأثروا بهذا المشهد. فقال لهم سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ تتخيلوا أن الأم دي ممكن ترمي الولد ده في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فالله أرحم بكم من هذه بولدها. قال شوف رحمة ربنا بيكم أكتر من الأم دي بابنها اللي بقالها 3 ولا كام يوم بتعيط عشان ما شافتوش. وبالتالي المعنى ده لازم تغذي بيه نفسك. سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللي معاه دول مصلين ولا لا؟ مصلين، دول صحابة
مجاهدين في سبيل الله ولا لا؟ مجاهدين في سبيل الله. قائمين صائمين ركع سجود ولا لا؟ ايوه. لكن هو عايز يقول لهم لا لا، في معاني لسه لازم، مش لا يكفي ده، لازم تعرفوا ربنا رحيم بيكم قد ايه. وبالتالي يعلمهم هنا معنى رئيسي، حتى الصائم القائم لازم يكون عارفه على فكره. فما يصومش ويجتهد في الصيام والقيام وهو رافع لنفسه الكرباج، لا لا، مش ده المقصود. ما هي العباده اللي بالشكل ده بعد شويه تورث سوء ظن فيه. حقا طبعا. بعد كده يوم ما تقع في معصيه تحس انه مش خلاص خلصت. ما تعرفش ترفع ايدك. هو يئس اصلا كمان، واليأس ده من صفات الشيطان. انا حتى بقولها كتير جدا، لان هو خلاص هو اتطرد. فبرضه صحيح، ما تطردش نفسك، انت ما تعملش زيه، ما صحيح. تطردش نفسك، ما تحكمش على نفسك. ما تطردش نفسك من رحمة ربنا. نعم. انا مش قادرة اقول قد ايه النهارده قدمنا رسالة. يا رب يا رب ينفع بينا. ملكوش حجة. آمين يا رب. اللي بيجلد ذاته، اللي شايف ان مفيش امل، اللي شايف ان هو عمل اكتر ما يعمل، بدايتك هتبتدي من انك تفعل اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده. عافى الله قلبي وقلوبكم. امين يا رب. شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك.